بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رجل من أقصى المدينة. النهاردة أخدنا أول خطوة عملية في أرضنا في وادي سعال. عملنا السور السلك حوالين 5 فدادين. التكلفة المبدئية كانت 50,000 جنيه، رقم كبير جدا، لكن المفاجأة قدرنا نوفر ونكمل العمل كله ب15,000 جنيه بس. وطبيعي جدا إن السؤال اللي يطلع لوحده، إيه علاقة ذي القرنين بالسور ده؟ وليه بدأنا الحلقة بالآية دي؟ خليكم معايا، الحكاية مش مجرد سور. ولو عايز تمسك الخيط من أوله ارجع للحلقة اللي فاتت، رحلة إلى حافة الأرض. إحنا ما كناش فرد لوحده، كنا مجموعة متكاتفة، جبنا الخشب واشتغلنا سوا في كل خطوة. ولما جه وقت التركيب اتقسمت المجموعة لفريقين، فريق قال أنا هجيب مقاول يعمل السور، فريق تاني قال أنا هشتغل بإيدي. وكل اختيار كان ليه أسبابه، ظروف شغل، وقت، إمكانيات. أنا كنت من ضمن الفريق اللي قال أنا هشتغل بإيدي، ومعايا عم وجدي الأستاذ فايز وأبو آدم. ومن الفريق التاني الأستاذ عبد الحليم قال لنا على فكرة مهمة، اشتروا حفار جور هيسهل عليكم الحفر ويوفر عليكم مجهود كبير. تمام، نفذنا الفكرة وجبنا الحفار ب8500 جنيه، رقم ممتاز لو هنقارنه بالتعب اللي كان مستنينا. وأكيد سبتلكوا رقم الشركة بتاعت الحفار في وصف الفيديو. لكن القصة مخلصتش هنا، لأن الحفار عمل رحلة أطول مما تتخيل. طلع من المنصورة على أكتوبر على القاهرة إلى دهب وأخيرا إلى وادي سعال. المهم مش بس الحفار، المهم روح التعاون والمجهود الجماعي. بنشكر شركة إيرجنت على توصيل الحفار، ونشكر كمان أبو آدم والأستاذ فايز على تعبهم معانا. جينا للخطوة العملية. أنا وعم وجدي اتفقنا إننا نعمل السور بشكل مشترك، إيدينا تبقى واحدة ونقف وقفة رجل واحد. بالليل واحنا في البيت بدأنا نرسم كل شيء على ورقة عشان ننفذه في النهار. وزعنا المهام، كل واحد يعرف المهمة بالظبط. بدأنا بالأهم قبل المهم. التنظيم وفر علينا وقت كتير ومنع ضياع مجهودنا. العشوائية كانت هتخلي كل حاجة تتشتت. كنا شغالين زي خلية النحل، كل واحد مركز، كل حركة محسوبة، وكل خطوة بتقربنا من إنجاز المهمة. أول خطوة في التركيب إنك تشد الخيط اللي هتشتغل عليه. الخيط بيبعد عن النقطة الأساسية حوالي 50 سنتي، ما تشدش في منتصف عشان تعرف تحفر. خلينا الخيط دليلنا طول فترة التركيب، وبنلقط من الخيط وقت التركيب. أنا كانت مهمتي تحديد الجور وحفرها بدقة. عم وجدي يجيب مية ويحطها في الجور. يا مهوج هوج يا مهوج. كل جورة جردل المية، لأن الحفار لازم مية عشان الحفرة ما تردمش منك تاني. وهنا جه دور الحفار. الحفار ده مش محتاج بنزين كتير، استخدمنا حوالي لتر فقط في حفر القطعتين. كل 5 لتر بنزين بنضيف ربع كيلو زيت، ده مهم جدا. وانت بتحفر خد بالك، لو الحفار جه في طريقه حجر ما تكملش بالحفار، احفرها بإيدك أحسن. ولما تخلص الجورة شيل إيدك من على البنزين، وقف التشغيل واطلع لفوق. لو طلعت وانت شغال هتهد اللي عملته. حفر الجورة بياخد 5 ثواني. بعد ما جهزنا الجور والحجارة بدأنا نوزع الخشب ونثبته بالحجارة، وبنلقط كل خشبة من الخيط عشان الخشب يطلع على خط مستقيم تماما، ما يكونش زجزاج، عشان اللي يشوفه يقول كان في هنا ناس شغالة بضمير.
بعد كده جه دور الأسمنت، اشتغلنا بالطريقة دي، لكن في طريقة أفضل، إنك توقف الخشبة وتحط 4 حجاير تحت، وبعد كده أسمنت، وبعد كده تضيف حجارة تاني، وبعد كده أسمنت. هتوفر معاك الأسمنت والمجهود. الحمد لله خلصنا تثبيت الخشب بالحجارة والأسمنت. كان اليوم الرابع، قلنا نقف شوية ونحسب الخشب وتكلفة الأسمنت. بعد الحسابات في القطعتين 240 قطعة خشب، 10 شقارة أسمنت، التكلفة وصلت 20,000 جنيه. باقي إننا نشد السلك الشائك. كنت حسبت تكلفة السلك حوالين الخشب 5 صفوف سلك شائك، طلعت التكلفة 25,000 جنيه لكل قطعة. رقم صادم بصراحة، أحبطنا. 25,000 جنيه بس سلك شائك. وهنا تحصل مفاجأة، ويأتي رجل جديد من أقصى المدينة، المهندس شريف علي من تجمع إسلا وعري. قال لينا مش لازم تدفعوا كل ده، عندنا البديل اللي هيقلل تكلفة السلك الشائك من 25,000 جنيه ل2000 جنيه بس. احنا اتصدمنا، ما كناش مصدقين. قلنا طب ايه هو البديل ده؟ والمفاجأة البديل كان إطار كاوتش العربيات النقل، موجود فيه سلك صلب 1 مللي. الإطار الواحد ممكن يفرد من 100 متر ل 150 متر، وسعره 100 جنيه بس. طب هل البديل ده عملي فعلا؟ وهل هيغني عن السلك الشائك؟ بصراحة كنا في شك وما كناش مصدقين. اشترينا السلك ووديناه التجمع، سألنا الناس اللي سبقونا من أهل التجمع. الحاج طه قال لنا السلك ممتاز، هيمنع الجمل من الدخول. وسألنا أبو بدر من أوائل اللي راحوا التجمع، أكد لينا كويس جدا، بس لازم تعمل سلك شائك في الصف الأولاني. احنا عملنا 7 صفوف، كل 30 سنتي فيه سلك صلب 1 مللي. يعني الخلاصة إطار الكاوتش يغطي معظم السور ويوفر فلوس كتير ومجهود. طب السلك ده بيجي منين؟ السلك ده مصدره مكان معروف ومشهور جدا اسمه ميت الحرول، وده مكان معروف بمفارم كاوتش العربيات. سايب لك الرقم في وصف الفيديو. طب هل ينفع حد يعمل الموضوع ده لوحده؟ بصراحة لا، الشغل ده ما ينفعش فردي، لا في شراء خشب ولا في السلك ولا في النقل. والسر كله هنا كان الشغل الجماعي. احنا اشترينا الخشب من العمار كمجموعة، والسلك طلع من 100 الحرون واتجمع كله في ورشة الخشب، وتحمل مرة واحدة على عربية واحدة وطلع على التجمع. ارجع لحلقة رحلة إلى حافة الأرض، ولو عندك أي استفسار انضم لجروب القناة واسأل. تنظيم زائد تعاون يساوي تكلفة أقل. طب خلينا نحسبها بهدوء وبالأرقام. احنا في الأصل كنا حاسبين إن تكلفة السور الواحد 50,000 جنيه، يعني قطعتين ب100,000 جنيه. لكن اللي حصل على أرض الواقع كان غير كده خالص. الخشب زائد الأسمنت في القطعتين 20,000 جنيه، السلك البديل في القطعتين 3000 جنيه، الحفار 4500 جنيه، ولسه مكمل معانا هيحفر جوه الزيتون. يعني إجمالي اللي اتصرف لحد دلوقتي هنقول 28,000 جنيه، هنقول 30. يعني بدل 100,000 جنيه احنا واقفين عند أقل من تلت الرقم. لكن خليني أقول لك الحقيقة كاملة، احنا وفرنا فلوس بس تعبنا جامد. فلو انت مش بتاع شغل بإيدك ما تضغطش على نفسك، المقاول هيكون أريح. وبفضل الله ورحمته تم إنجاز المهمة في 6 أيام. طبعا مش مغامرة فردية، اللي حصل هنا ما كانش بطولة شخص ولا شطارة واحد ولا فكرة عبقرية. السر الحقيقي في الشغل الجماعي. ومن هنا نرجع للسؤال اللي بدأنا به الحلقة، ليه بدأنا بآيات ذي القرنين؟ خلينا جاوب. ذي القرنين ربنا مكنه في الأرض وآتاه من كل شيء سبب، ورغم كده ما اشتغلش لوحده. لما الناس قالت له فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهما سدا، ما قالش أنا هعمل، قال فأعينوني بقوة حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. كلها لغة جمع، كله شغل جماعي. واحنا هنا ما بنبنيش سد بين جبلين، ولا بنصنع طيارات، ولا بنعمل حاجة خارقة. دي خشبة وشوية اسمنت وسلك، بس اللي فرق انها اتعملت بايد ناس واقفة جنب بعض. ولو مفكر ان الحلقة دي عن الصور تبقى غلطان. الحلقة دي ما كانتش عن الصور ولا عن التوفير ولا عن الارقام. اللي اتعمل هنا مش صور ولا توفير فلوس،
اللي اتعمل هنا موقف إن ناس قررت ما تمشيش لوحدها، قرروا يقفوا جنب بعض وإيديهم واحدة، وربنا دايما بيبارك الخطوة اللي فيها أكتر من إيد، ويد الله مع الجماعة. وده اللي خرجنا بيه من حلقة الصور. وحاجة أخيرة، رغم إن ذي القرنين كان وافد جديد على أهل المكان، لما قالوا له ابني لنا سد، قال لهم بكل هدوء: لأ، أنا مش هبني سد، أنا هبني ردم. محدش اعترضه. في النهاية المصلحة اللي هتفيد الكل هي اللي تنفذها. أنا مش جاي أفسر القرآن لأني مش من أهل التفسير، أنا بس بحكي لك حقيقة أنا عايشها. رجل من أقصى المدينة. سلام عليكم.